مكسب الزمالك بكره على الاهلي ان شاء الله. مش ماتش 3 نقط وفي دوري والكلام ده، لا 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 لا, لا. انسى بقى الكلام ده يا صاحبي. ماتش رقم واحد نفسيا، نفسيا هتلاقي اللعيبه في حته تانية، في حته تانية خالص. اللعيبه ده اي كائن زملكاوي بتبقى نفسيته في السما. وانت خلاص، خصوصا بقى كمان ان انت بتفنش الكونفدراليه، انت فاضل لك فيها 4 مطوشه و3 يعني فاهم، خلاص بتفنش. فهتبقى محتاجه للماتش ده دفعه، لان خلاص انت بتفنش الكونفدراليه، ومحتاج فعلا ان انا يبقى عندي دفعه قويه ان انا اكسب الاهلي. لا هتخليني خلاص، اصل انت كسبت الفريق اللي بيعتمد على الحظ والتحكيم والهيب الضخ دوب، تلاقي الجون غريب جه في وقت غريب، وتبقى هو مديله بتلطيش على الاقلام وتلاقيه نتشك بجون. فريق غريب. فانت لو كسبته اي فريق تاني بيبقى خلاص، لان الفرق التانيه بتلعب كوره، ولو هما بيلعبوا كوره مفيش احسن من الزمالك بيلعب كوره. ده رقم واحد. رقم اتنين بقى معنويا، معنويا لمجلس الاداره اللي يا عيني من ساعه ما جه وهو عمال تحس ان النادي بالنسبه له يعني ATM، عمال يدفع قواضي ويدفع مستحقات ويدفع عقوبات ويجدد للعيبه ويجيب صفقات، ويعني ما خدش حاجه يبل بيها ريقه. فبالنسبه لهم مفيش احلى من بل الريق او من رفع المعنويات من انك تكسب له الاهلي. كابتن حسين لبيب، كابتن احمد سليمان، بقيه الاعضاء كلهم بتوع مجلس محتاجين الماتش ده ضروري، محتاجين عايز الماتش ده يوقفه على رجله، يجمد قلبه، يشجع عقود الرعايه ترجع تاني بقوه، يشجع اللعيبه اللي بتيجي الزمالك. انت خلاص كسبت الاهلي، فمعنى انك تكسب الاهلي معنى كده انك فريق مستقر، ادارتك مستقره، لعيبتك مستقره، مدير فني محترم، معاك لعيبه على اعلى مستوى. لا انا اتمنى ان انا اشارك في نادي زي دوت، لكن بتقع وبتخسر وبتاع، ما حاجه اعمل ايه يعني؟ عارف انت لو حط نفسك مكان اللعيبه ايه اللي بتبقى عايزه. ثالثا بقى وده الاهم، اللي الماتش ده مش 3 نقط بس، ده كمان 6. يعني ايه 6؟ لان واحد بيخسر واحد والتاني بيجري، واحد بيقف والتاني بيطير بيرمح. لان ليه بيرمح؟ لان اللي بيخسر فريق من التاني. لو الاهلي خسر الزمالك هو خسر تقريبا اتقل فريق في الدوري، فهدوس على اي حد. نفس الكلام لو الزمالك خسر الاهلي خلاص ما فيش حد تاني، هدوس على اي حد. ولو انت خسرت الاهلي هتفنش الدور الاولاني، وتعالوا اسالوني في الفيديو دوت لو الزمالك كسب هيفنش من 3 الاوائل. وهفكركم، اتمنى اللعيبه تبقى مركزه بكره. الحمد لله الفتره اللي فاتت دي اغلبيه اللعيبه في حالتها الطبيعيه. زيزو ما شاء الله، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، محمد شحاته، دونجا، حتى سامسون لما بينزل بيأدي. مش عايز انسى فتوح، عمر جابر، حمزه، عواد يشد حلو شويه هو وحسام، عشان خاطر الماتش ده مش محتاج غلطات، مش محتاج سرحان، مش محتاج اللي انت الغلطه اللي هتغلطها او السرحه اللي هتسرحها عن كهربا، عن وسام، عن معرفش ايه، مش هتشوفه غير هو بيجيب جون. لازم تبقى عينيكوا في وسط راسكوا. انت نازل خلاص بتلعب مان، يبقى مان. انا مش هحلك، ما اخسرش بس هو ما يكسبش، نطلع تعادل اوكي، ما حدش يقتل نفسيه حد، لان احنا لو خسرنا المعنويات هتتحبط. انت خسران كاس وهتخسر منه ماتش في الدوري، العمليه هتبقى وحشه وبايخه قوي. فاتمنى ان شاء الله ان الزمالك بكره يأدي، اللعيبه كلها تبقى مركزه والتشكيله تبقى مظبوطه وان شاء الله الزمالك يكسب بكره ان شاء الله. توقعات للماتش 2-0. لو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لي فولو واحلى لايك، وما تنساش تكتب لي في الكومنتات توقعاتك للماتش، واحلى مسا عليكم.